أهلا وسهلا فيك. عارفين نفسك؟ أنا اسمي انتصار. انتصار، من وين انت؟ انتصار شو؟ أمريكان. من وين؟ أنا أردنية. بس لهجتك مو أردنية. مواليد بغداد أنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ايش فيك. صار لك بالأردن؟ بالأردن صار لي شهر ونص أو شهرين. كيف أردنية وكيف صار لك شهر ونص؟ أردنية أنا كنت هون قبل 17 سنة. بعدين رحت على السويد. على السويد. على السويد. طيب. عشت بالسويد. عيشة مرة طبعا، ما عندي أحد. ليش مرة؟ لأن عندي ولد وولد زي ما يحكوا مشبار بوالدي. مشبار؟ فيا. عندك ولد وحيد؟ ولد وحيد. ومشبار؟ لا، متزوج وعنده أولاد ما بيسأل عنك؟ ما بيسأل عني، هو مش راضي علي أنا لأن أنا متخلفة بالنسبة له، فبلغ علي وترحلت عن طريق البوليس. لحظة، هذا كلام كبير. لا، هذا كلام حقيقي كبير كبير قد ما يكون. يعني أنت عندك ابن وحيد ورحتي لعنده على السويد وبلغ أنا عنك؟ اللي طلعته على السويد، أنا سويت أوراق وهذا وطلعته. بعدين طلع سنه 18 سنة صار حر، تركني وراح اتجوز وهسه عنده اولاد طبعا. كم عمره الآن؟ الآن عمره بالثلاثينات. 30. طيب كيف بلغ عنك وكيف قال انه انت متخلفة؟ لأن أنا ما عندي إقامة دائمية. اشتغلت عنده بالشركة. عنده شركة؟ عنده شركة كبيرة سالينيار فورتاج بناء الحديد. شركة كبيرة لبيع الحديد؟ وانت الآن بالأردن واقفة تبيعي مسابيح بالشارع؟ كويس الحمد لله، ولقيت شغلة. صار لي شهر ونص. أول ما اجيت مسكوني البوليس يعني واجهت كثير مشاكل لأن جاية ترحيل عن طريق البوليس. لحظة، أنا ما بدي ننط على الأردن، خلينا نضل بالسويد. لما رحتي لعنده على السويد اعتبرك متخلفة بهذا اللفظ؟ أكثر من هذا يعني صار يحكي لي دو أردم يعني ماما دم يعني ماما غبية لأن أنا على نياتي وشوية مريضة أنا عندي. يعني أنت بتيبك العربي الإسلامي ما عجبتي؟ لا، ابني من النوع اللي كله تاتو ما يؤمن بإشي هو يعني مش حياتي أنا، فضليتني أمشي هناك فترة وإقامة ما عندي، ومن مكان أشتغل بالأسود واشتغل. شو الأسود؟ ديلتيد يعني مش دوام كامل. دوام باليوم ساعتين 4 ساعات. كم ظليتي بالسويد؟ قرب 16 17 سنة ظليتني أنا بالسويد، كلها بدون إقامة وما طلع لي إشي، وكنت أدفع زكاة وبالأخير مسكوني البوليس. ابني بلغ علي لأني أنا مريضة أوقع، فهو على أساس يخاف علي، شايفة وجهي من الوقعات يغمى علي، فمسكوني البوليس حجزوني 5 شهور. هذا قبل شهرين الحكي. انحجزت أنا 5 شهور في غرفة مغلقة على السرير، بس ياخذوني على الأكيوت اللي هو الطوارئ يسموه أكيوت، يضربوني أوبر ما أعرفه، ضغط براسي. طيب يا حجة معلش، في شيء يعني ضايع بالموضوع. انت ام ايش؟ أمريكان. يا أمريكان، انت من وين اجتك الجنسية الأردنية وانت عراقية؟ انت مولودة هون؟ لا، أنا مش مولودة، أنا كان جوزي من هون. وعندك ولد واحد؟ وعندي ولد وين واحد. جوزك؟ جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. اضطريتي تطلعي ابنك للسويد؟ اضطريت. وتجوز هنيك وفتح شركة صح؟ اتجوز 3 مرات. 3 مرات تزوج؟ سويديات. طيب بعدين انت جيتي للأردن، ليش خليتي خيارك الأردن؟ لأن جنسية هون عندي الجنسية الأردنية. طيب لما جيتي لهون في حد استقبلك؟ جيت عن طريق البوليس مرحلة عن طريق. رحلتي ترحيل من السويد إلى الأردن. حبيبتي عم بحكي لك، محجوزة 5 شهور أنا في مكان بحجة طبي، المكان في يوتوبوري أوفرور، محجوزة فيه في غرفة 4 شهور. 5 شهور أنا نايمة فقط الله والمصحف الشريف نايمة على السرير. يعني أنا بلا مؤاخذة أنت من الثقافة ومن اللغة اللي بتحكي فيها لا يعني عفوا منك، ابنك غلطان، أنت مو متخلفة. هو يعتبرني هيك وهم هناك هيك اعتبروني اللي حولوي متخلفة. اضطريتي للجوء الى او رحلوكي الى الاردن؟ ابني اللي بلغ علي. وبلغ عليكي والان جيتي ابني بعث البوليس علي. طيب بعد 5 شهور من بقائك في يوتوبوري منطقة بشمال السويد.
منطقة حجز للنساء فقط. هاي المنطقة هي مجرد غرفة فيها سرير وتكنولوجيا كتير. بياخذوني على الأكيوت اللي هو مستشفى طوارئ في الليل. طيب. يضربوني إبر، يضربوني ضغط، يحطوا لي، يعاودوا يرجعوني على الغرفة. بوليس، كل المكان محجوز بوليس. طيب بعدين جيتي إلى الأردن، مش بخار غصب عنك. لما جيتي للأردن شو صار؟ بعدين رحلون عن طريق البوليس. جيت هون في المطار، هون شكوا في أوراقي. مسكني البوليس هون في الأردن. طيب بعدين؟ مسكني يومين بس. البوليس رحمة من رب العالمين، ساعدني كتير، ساعدني طبعا لازم. كان كتير ساعدني الحمد لله. مش بجامل، ساعدني. وبالأخير أخذني سوى لي كف طلب إنه أنا مش مطلوبة لإشي في الأردن. حلو. واللي طلع على الجوازات، رحت على الجوازات، عملت الباسبور الأردني وهوية ودفتر عيلة. حلو ممتاز. طلعوني بتاكسي، وطبعا انا جايه باواعيه، بنطلون وجاكيت شتائي. هلا انت ما عندك ملابس اخرى؟ انا لا، هذا اشتريته من هون. انا جيت بالبنطلون وجيت بجاكيت. 5 شهور انا فيهم هناك، انا جيت فيهم هون. بعدين البوليس اخذ لي تاكسي واخذ رقم التاكسي، قال له وديها وين ما بدها، لاقرب فندق. رحت بفندق. انت عندك مال؟ في مصاري؟ انا جيت بحكي لك يا حبيبتي، والمصحف الشريف جيت مش حاطيني اخذ اواعيه. طب وين عم بتنامي الان؟ انا انام بالفندق هون اسمه داون. مش هاي الدخله اللي بعديها. طب من وين عم تدفعي؟ الفندق هو قال لي جزاء الله خير، قال لي ابقي هون لغايه ما تدبرين امورك. لغايه. طب اقارب اهل جوزك وينهم؟ ما عندي اهل جوزي، ما عندي، ما اتصلت فيهم. انا اتصل بمعارفي وانا بهذا الحال، مستحيله يعني. طيب كيف لقيتي هاي الصنعه انك تصنعي وتبيعي؟ وحدي. من وين بتجيبيها هاي؟ وحدي من سوق البشارات هون. وحدي بتجيبيها وبتبيعيها؟ اول شيء جبت يمكن 6 7 هيك، مشيت فيهم. كان يشوفوني الناس جاي لسه جديد، وجهي مجرح من الوقعات والهذا، بيعطوني، بياخذوا بيعطوني. ورحت اشتريت فيهم ورجعت. وبعدين الناس الخير كثير هون ساعدوني. وبعدين خلاص راح يصير لي 2 شهر هون. انا جيت يوم 21 شهر الماضي. طيب هلا انت مثلا ما تفكري لقدام ايش ممكن تعملي؟ وجودك بالفندق دائم؟ لا ما في شيء دائم بالنسبه لي. يعني ابني هو كان مش دائم لإلي. الأمان. البلد ظليت فيها 16 سنة، مواليد بغداد. جيت هون ما أعرف، عم بعيش ساعة بساعيتها، يوم بيومه. يعني الآن أنت وجدتي إنه الأردن هي أفضل خيار؟ وكيف وجدتي الشعب الأردني؟ يعني كتير حنين، كتير عم بيساعدني في كل شيء. نخوة، شهامة، مساعدة، كله يتبروا يتفين يتبروا. دم الله برشونا كل الناس هون لطفاء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما بيعرفونيش والله، ما بينسى حدا. لا، الله سنل هون، سنل لطفاء معايا. حتى النساء لطفاء معايا. اندمجت بسرعة هون بهاي المنطقة. احنا الآن في وسط البلد، واحنا الآن في شهر رمضان الكريم، وانت عم بتبيعي مسابيع. عم ببيع مسابيع، وإن شاء الله إنه رب العالمين ما بينساكي إن شاء الله. طيب إن شاء الله. رسالة أخيرة لمين بتوجهيها؟ رسالة أخيرة لكل الشباب يحافظوا على أمهم. الجنة تحت أقدام الأمهات، حتى لو كانت هي عاطلة. ومهما تكون الأم عاطلة، إذا ابنها مهما كان مجرم سفاح، هي أمه بتحبه مهما يعمل فيها. قد ما حكيت على ابني، أنا ابني بحبه بقلبي. أكيد هون أكيد هون 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 أكيد. ورغم كل الله يهديه، الله يهديه أمريكان. الله يهدي لنفسه، الله يهدي لنفسه، لأولاده، لها. بس هذا كل اللي حابة أوجهه، هذا اللي حابة. بالعكس أنا إنسانة جدا بسيطة، بس بدي أعيش لبكرة. بدي الصحة وبدي العافية وبدي الستر. آمين. بدي مكان بس أستقر. هذا يستقر، راسي يستقر. هون طبقات باخذ علاج من جابوني، بس بعثوا معايا علاج هيك كيلو وين أدوية لهلا معايا. الحمد لله. ومعايا حتى شوركوت اللي بالمعنى رخصة سواقة سويدية. هي حملها معايا. ممكن أشوفها؟ ممكن تشوفيها. عندي كل الأوراق. أعطوني حوالي 100 ورقة معايا تثبت أنا صادقة بحكي. تفضلي. هذه أولا، هاي هويتي اللي طلعتها. ساعدوني هون الدولة الأردنية وعطوني الهوية الأردنية. أنا بدي أشوف السويدية. وهي السويدي. هذا شورت كورت فور ختون أوشن 17 سنة وماشية لسه 10 سنين لقدام. طيب ممتاز. أنا بتشكرك. عفوا. وبتمنى لك إن شاء الله كل خير.
الله يسلمك، الله شكرا يسلمك. جزيلا، شكرا. عفوا عفوا حبيبتي، عفوا.